السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان. دخلنا في ديسمبر ومرحلة التحديات الكبيرة للنادي الأهلي. السبع مباريات واحتمال يبقوا 8، أعتقد كلهم تحديات صعبة جدا للأهلي، يخلي شهر ديسمبر شهر مهم جدا في مسيرة النادي الأهلي. بداية الشهر النهاردة بيلعب الأهلي مع البنك الأهلي، مباراة تبدو عادية في الدوري بإدارة الحكم محمد الحنفي، وبيساعدوا عمر فتحي وأحمد توفيق طلب، وفي الفار محمد علاء هاشم وحسام طاهر. الماتش يبدو إنه طبيعي، لسه بدري في بداية الدوري، لكن الأجواء اللي فاتت والدوشة اللي حاصلة وإمام عاشور والمشاكل والحدوتة اللي مثارة، بالإضافة إلى قوة الفريق المنافس البنك وطموحاته الدايمة قدام النادي الأهلي، يخلي مباراة البنك الأهلي مباراة مهمة جدا جدا جدا. وقلت لكم من يومين دي المباراة الرخمة قوي، فإن شاء الله تعالى الأهلي يعديها، لأنه كمان بعدها على طول هيشد الحقائب بتاعته ويستعد للسفر لأورلاندو بيراتس اللي هيواجهه في جنوب أفريقيا. وده برضو تحدي آخر، لأنه أنا بقول لكم إنه دي مرحلة التحديات الصعبة جدا في ديسمبر. شهر ديسمبر الأهلي عنده هتلعب مع البنك، هتسافر تلعب مع أورلاندو بيراتس يوم 7، تلعب 7/12 هناك في دوري أبطال أفريقيا، ودي مباراة مهمة جدا لأنه الفريق الجنوب الأفريقي تصدر أو فاز بره الأرض على شباب بلوزداد في الجزائر، فبقى منافس مع الأهلي في الصدارة. يرجع الأهلي منها على طول يوم 10 عنده مباراة في كأس الرابطة مع إنبي، وحتى الآن قلت لكم الأهلي بيدرس المشاركة في هذه البطولة والعودة للمشاركة فيها دون اعتذار، بيلعب بالصف الثاني. لكن على طول بعدها عندك يوم 14 المباراة الكبيرة جدا للأهلي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية وبوتافوجو بطل البرازيل وبطل أمريكا الجنوبية. الفريق بوتافوجو امبارح كسب مباراة تقيلة اتلتيكو مينيرو البرازيلي برضو في نهائي كاس ليبرتادورس. خد كام بقى الفريق المنافس المحتمل للأهلي ده؟ خد حوالي مليار جنيه بالظبط، خد 23 مليون دولار جايزة بطل ليبرتادورس، فاز 3-1. ولما اقول لكم انه لعب بالمباراة كاملة ب10 لعيبة تعرفوا قوة هذا المنافس المحتمل للأهلي. ليه؟ لانه اطرد عنده لاعب في اول 20 ثانية تقريبا، فلعب الماتش بالكامل ب10 لعيبة، ومع هذا تفوق وقدر يكسب 3-1 وقدر يتأهل لكأس الانتركونتيننتال عشان يلعب يوم 11 ان شاء الله تعالى الساعة 8 مساء في استاد 974 في الدوحة مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية. الكسبان منهم هيواجه الأهلي يوم 14. الأهلي الجهاز الفني والمسؤولين عن التحليل والرصد والمتابعة عاملين شغل جامد مع باتشوكا المكسيكي ومتابعينه بشكل كويس بقالهم فترة، لكن دلوقتي الفريق البرازيلي بوتافوجو هو اللي تحت الفحص. دي أول مرة ياخد كاس ليبرتادورس، أول مرة يشارك في بطولة زي كده، لكنه واضح جدا إنه فريق قوي، وزي ما قلت لكم اتدعم بشكل كويس، خد مكافأة كبيرة جدا، بقت عنده أريحية مالية كبيرة، جاي منافس قوي للأهلي. إذا قدر هو يتخطى فريق باتشوكا المكسيكي هيبقى منافس خطير جدا للأهلي في مباراة يوم 14. من هنا محطوط الفريق البرازيلي تحت الفحص والمتابعة. بدأ الجهاز المسؤول، الجهاز الفني ومسؤول التحليل والرصد والإحصاءات، يحضر أكبر عدد من الماتشات للفريق البرازيلي، لأنه زي ما قلت لكم دي أول بطولة له في كأس ليبرتادورس، فبدأ الجهاز الفني للأهلي يجيب له فيديوهات كافية ويتابعه الفترة اللي جاية، بالإضافة لمباراته مع باتشوكا المكسيكي اللي هتكشف حقيقة مستوى الفريق في مقارنة الفريق الأمريكي الشمالي. الاثنين اللي هيلعبوا يوم 11 الفايز يواجه الأهلي اللي كان خد كأس الأفرو أسيوي والمحيط الهادي، بطل الأوقيانوس، لما لعب أوكلاند سيتي مع العين الإماراتي وفاز العين، وجي لعب الأهلي كسب العين، بقى الأهلي معاه كأس الأفرو أسيوي والمحيط الهادي، ودلوقتي بينتظر مواجهة
الفريق امريكا الشماليه او الجنوبيه. المواجهه المحتمله، لكن خلينا ما نسبقش الاحداث وما ننشغلش بحاجه زي كده. الاهلي لو تخطى الفريق الامريكي سواء الشمالي او الجنوبي، يلعب بقى الفاينل مع ريال مدريد في فاينل كاس العالم يوم 18. دي مواجهه محتمله كبيره جدا، لكن خليها على جنب دلوقتي. انما بعدها على طول، عشان اقول لكم شهر ديسمبر واللي فيه، الاهلي عنده مباراه شباب بالوزداد يوم 22/12 في الجزائر، ويرجع منها على طول يلعب 22 ويرجع 23، يلعب 25 مع المصري في الدوري و30 ايضا مع انبي. يبدا شهر ديسمبر بالبنك الاهلي في الدوري، ويختم شهر ديسمبر يوم 30 مع انبي. ده السبع مباريات في ديسمبر، ومحتمل تكون الثامنه، بس الثامنه تبقى ثالثه، تبقى جامده جدا يعني. المحتمله دي ريال مدريد، ده حاجه تانية خالص. طيب، الاهلي للبنك الاهلي استعد كويس، دخل معسكر امبارح، قلت لكم على اللي حصل مع مستر كولر والقائمه اللي اختارها، والكل جاهز بشكل كويس ان شاء الله تعالى. بس عايز اقول لكم انه بقت الناس ملاحظه في التمرين بقالها شويه النضاره السوداء في تدريبات الاهلي، وكذا حد بعد كل ما بيشوف لقطه يسالني ازاي الحراس بيتمرنوا بنضاره السوداء. سالت الحقيقه، قال لك دي اسمها ستروب جلاسز او سمارت جلاسز. دي النضاره الذكيه القويه، الحارس بيتمرن بيها لمده 10 دقائق او ربع ساعه مرتين 3 كل شهر او شهرين، ودي بيفضل يتمرن بيها ربع ساعه مثلا ولا تلت ساعه. ليها تنشيط لرد الفعل حركي، يعني انت بتتحرك على الكوره على طول من غير ما انت شايفها. لكن كمان هي شركه يابانيه صممتها، هدفها واساسها انك انت بتعمل تنشيط للحدقه، وبتعمل تنشيط كتير جدا في تحسين الرؤيه وتحسين وتقويه رد الفعل وتقويه عضلات العين. ليها مزايا بقول لكم من الناحيه الطبيه، لكن كمان ليها مزايا من ناحيه الحس الحركي، ازاي الحارس بيتحرك على صوت الكوره باحساسه بيها حتى لو مش شايفها. فدي واحده من التدريبات اللي الناس بتشوفها، النضاره السوداء في تمرينة الاهلي. وكذا حد كل ما بيشوف صوره يبعت لي ازاي الناس بتلعب بنضاره سوداء وايه حكايتها، حبيت اقول لكم عليها. ودي ما بتطولش كتير، يعني هي كل يومين 3 بيتمرنوا بيها لمده ربع ساعه، ويفضلوا على دي الحاله مثلا 3-4 شهور. لكن جزء من تطوير الادوات في التمرين، اعتقد في تدريبات تخصصيه وفي حاجات تانية في الادوات بتجيب نتيجه بشكل كويس. امبارح تابعنا كلنا حوار مهم قوي وراقي جدا ودافئ جدا مع كابتن الاهلي الكبير الخلوق المحترم المجري مصطفى عبده، مع الزميل ابراهيم فايق على الMBC. الحقيقه نموذج للحوار الراقي الهادي الانساني، لانه الناس كلها شافت الكابتن مصطفى عبده كما لم تره من قبل. الناس اللي تابعت كرة الاهلي في السبعينات والثمانينات كانت سعيدة الحظ جدا ان تستمتع بافضل وينج رايت ظهر من فترات طويلة جدا في السرعة والثروب بتاعه. مصطفى عبده يا جماعة يعني عنده الرقم القياسي في الاسيست. انتوا النهارده كل واحد بيعمل باصه قد كده تقوم له القيامه ويقول لك اسيست، لا ده مصطفى عبده ده المجري ملك الاسيست، لانه عنده 83 اسيست. ده اللي احصاه، بس ده العدد اللي قدر يسجله الناس من خلال الماتشات اللي كانت بتتذاع او الشرايط اللي اتوفرت. لكن غير كده لا، مصطفى عبده له دور كبير جدا في الاهداف اللي كان بيسجلها بروعه ومهاره فائقه جدا الكابتن محمود الخطيب. كابتن مصطفى بقول لكم حاجه، لكن خدوا بالكم كابتن مصطفى وهو بيتكلم شوفوا لا ينكر ابدا دور الناس صناع اللعب اللي كانوا بيوصلوه. لانه كان حتى الاستاذ نجيب المسكاوي لما سماها المجري القطر السريع سمى الممولين العطاشجي، هو اللي بيشغل المجري. فمحسن صالح مثلا ده العطاشجي اللي بيعملها لمصطفى عبده، ده اللي بيشغل المجري. فكانت التروهات بتاعت محسن صالح في المكان الفاضي ومصطفى عبده يروح لها ويلعبها للخطيب، دي مسائل كانت جمل محفوظه اهلاويه بتضرب اي حصون دفاعيه. لكن الكابتن مصطفى وهو بيتكلم شوفوا بيتكلم بحب وايثار
واحترام وتقدير كبير لرفيق العمر بالنسبه له الكابتن محمود الخطيب. تسمع مصطفى عبده بيتكلم على الخطيب تعرف سر الاهلي فين، والامجاد اللي الاهلي عملها جيل السبعينات والثمانينات، لانه ده على فكره الجيل اللي عمل تحول كبير جدا في تنميه شعبيه النادي الاهلي، وكمان في استعاده بطولات النادي الاهلي بعد حقبه الستينات. فانت مصطفى عبده الراجل وهو يتكلم على الخطيب بحب شديد جدا، يقول لك لا، هو من الناحيه المهريه والناحيه الموهبه دي ما حصلتش وصعب تحصل تتكرر بسهوله بالشكل ده. فعلا اللي استمتع بكره محمود الخطيب وموهبته العاليه يعرف انه المواهب الفذه ما بتتكررش، على راي نزار قباني، وان الخوارق ليست تعاد، في حاجات خارقه ما بتتعادش. انما كمان الكابتن مصطفى شوفوا هو بيذكر دور محسن صالح، دور خالد جد الله، دور علاء ميهوب، دور احمد عبد الباقي، كل العطشجيه اللي كانوا بيشغلوا المجري، كل الناس الهفات اللي كانت بتوصله بسرعه بالباص بتاعها. يعني ابراهيم فايق ادار حوار بشكل دافئ جدا وراقي جدا وهادي جدا. لكن كمان الكابتن مصطفى عبده ما شاء الله عليه تدفق في حبه للاهلي، حتى لما اتعرض عليه من المهندس محمود طاهر عرض كبير انه يدخل معاه نائب رئيس نادي في الانتخابات اللي كانت المهندس محمود طاهر ضد الكابتن محمود الخطيب، وحصل تواصل من بعض المقربين من المهندس محمود طاهر مع الكابتن مصطفى عبده وهو في العمرة وقتها، ومصطفى عبده الراجل قال لك انا لا يمكن انزل في قائمة ضد قائمة الخطيب، انتوا بتتكلموا ازاي يعني؟ واجل المسألة لغاية مع العرض ومع محاولة التأثير على كابتن مصطفى. جه الراجل قابل المهندس محمود وقال له انا بحترمك وبشكرك جدا على تقديرك، لكن انا ما ينفعش اقف ضد قائمة فيها محمود الخطيب، ده الاهلي. وفضل انحيازاته كبيرة جدا لرفيق عمره وصديق حياته، وكمان للنادي الاهلي ومصلحته. اللي قاله كابتن مصطفى في تفاصيل كتيرة جدا توريكوا قيمة النادي الاهلي ومكانة النادي الاهلي، وليه النادي الاهلي وصل بالحب والتقدير والاحترام للي وصل له. حتى كلامه عن المنافسين، كلامه عن نادي الزمالك وعن نجوم نادي الزمالك، منتهى الحب ومنتهى الاخلاق والتقدير. بقول لكم معاني كتيرة جدا محتاجين نستعيدها، بس نستردها ازاي؟ وانت بتسمع المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، اديكوا شايفين مستوى الكلام. يا عم اسكت، يا عم اسكت، انتوا خربت الدنيا ساعة تصريحات الثلاثي بتاع الامارات، وشوفنا الناس عاملة ازاي. فلتقل خيرا او لتصمت. انما خلينا مع يعني ملامح الزمن الجميل. تسمع مصطفى عبده، تسمع حلمي طولان، تسمع حسن شحاتة، تسمع فاروق جعفر، تعرف ان الدنيا اللي كانت بخير محتاجة ترجع تاني ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم.